الدري كيقرا في المستوى الثالث إعدادي يبلغ من العمر 15 سنة كيهكر جميع الوفيات إضافة هكر كونطات الفيس أصدقائي كي يمازحهم وأنا خاصمت على ذلك ما هو نصيحتك لأخي الكريم و ابنك موهوب لكي تعلم أن ابنك موهوب وأن هذا المجال الذي هو يقوم به رغم أنه بسيط يعني يقوم باختراق أصدقائه الله أعلم يعني يخترقهم عادة سيكون يخترقهم بطرق يعني طرق اللي هي معروفة نوعا ما وتا الواي فاي يخترق ولكن هذه موهبة وصراحة هذا المجال هذا يعني إذا طور نفسه فيه يمكن أن يشتغل في مجال الأمن المعلوماتي ويمكن أن يشتغل مع كبريات الشركات ولكن في نفس الوقت اختراق الغير وتسبب الضرر للغير هذا أمر غير مقبول. آه، نصيحتي لابنكم الكريم هو أنه يحاول أن يركز في هذا العمر هذا يحاول أنه يركز على تنمية مهاراته فيما يخص البرمجة فيما يخص التقرب أكثر في يعني من المجال الاحترافي في مجال الأمن المعلوماتي على أن يبقى يعني محصورا فقط في اختراق واي فاي الجيران. هذا سيساعده بطبيعة الحال بشكل مباشر بأن ينمي قدراته في الاختراق ويمكن أن يخترق إذا أراد أن يخترق فليخترق شركات كبرى ويجد ثغرات أمنية في شركات كبرى مثل فيسبوك جوجل وهكذا يمكن أن يحصل يعني في مقابلها على مبلغ مادي رغم صغاره. أنا لا أعرف صراحة مستوى ابنكم ولكن إذا كان شخص يعني جد موهوب راه يمكن عوض أن يخترق الجيران ويخترق الواي فاي وما إلى ذلك راه يمكن أنه هناك ما يسمى بالباك باونتي وهي عبارة عن برامج ربحية للشركات الكبرى تقول لك مرحبا بك اخترقنا ما عندنا مشكلة اخترق كما تريد وفي المقابل سنعطيك مبلغ مادي. ويمكن لابنكم إذا كان متميز في الباك باونتي راه الشركات تقوم باستدعائه إلى مؤتمرات عالمية تقوم بها وإلى دورات ويمكن حتى أن يشتغل ضمن هذه الشركات ويكون من الفريق الأمني لهذه الشركات. غنعاودو نشوفو زايد ونشطح.